خرج من بيته صباحا ليؤدي واجبه الوطني في حفظ الأمن والسلم. هذا المشهد المروع جاء عن طريق أحد شهود العيان الذي كان قريبا من منطقة تطهير دوار مجلس التعاون، يظهر بشاعة ما قام به عدد من الخارجين عن القانون من عمل إرهابي وحشي، وذلك بقتلهم أحد أفراد قوات الأمن، حيث قام المجرمون بعد دهسه بالسيارة بالتجمع حوله لركله وإلقاء الحجارة عليه دون رحمة إلى أن فارق الحياة. ولم يكتفوا بذلك، إذ واصلوا في التنكيل بجثة شهيد الواجب بأفعال بربرية وحشية، استمرارا في تفريغ هذا الحقد الدفين الذي جردهم من أي مشاعر أو ذنب للقيام بمثل هذه الجرائم الوحشية التي تتنافى مع أدنى حدود الإنسانية، والتي لا يرضاها دين أو مذهب لأي إنسان كان. مشاهدينا الكرام، نتساءل لماذا مورس كل هذا العنف والوحشية؟ هل الطرف هي مشاهد عرضها تلفزيون البحرين الرسمي لما قال إنه خلية من المتظاهرين يركلون رجل أمن بحرينيا قد فارق الحياة بعد دهسه بسيارة، من دون الإشارة إلى تاريخ المشهد أو اسم عنصر الأمن الذي زعم مقتله. مما لا شك فيه أن المنظر مروع، ولكن لمعرفة من يقوم بهذا العمل لابد من وضع تلك المشاهد تحت مجهر التشريح الفني. في مراقبة دقيقة للصور يظهر بشكل جلي مكان الحدث القريب من دوار اللؤلؤة وسط المنامة، وقد جرى الاستدلال عليه من خلال نصب الدوار الشهير الذي يظهر واضحا في الشاشة. منطقة الحدث إذن على بعد عشرات الأمتار من دوار اللؤلؤة، أما الزمان ففي مراجعة سريعة للشريط نهتدي إليه سبيلا. إنه يوم الأربعاء الماضي في 16 من الشهر الجاري، أي موعد اقتحام القوات البحرينية والسعودية لدوار اللؤلؤة وإحراقها خيم المعتصمين، وهذا ما يظهر من خلال الدخان الكثيف المنبعث من منطقة الدوار ومحيطه. وهنا تطرح أسئلة عدة: كيف استطاع المتظاهرون العزل الاستفراد والتنكيل برجل أمني على بعد أمتار عدة من محيط الدوار الذي يعج وقتها بمئات من عساكر بحرينيين وسعوديين قدموا لتطهير المكان بحسب التصريحات الرسمية من أي وجود للمعتصمين؟ مشاهد أخرى على الإنترنت توضح الصورة أكثر. إنها سيارة رباعية الدفع تدهس شخصا ممددا على الأرض بحضور سيارة رباعية أخرى. ثوان قليلة وتفر السيارتان إلى جهة مجهولة. في إعادة بطيئة للمشهد يظهر شخص راجل وفي يده اليمنى سلاح حربي يتجه إلى مكان الضحية لينتشل باليسرى شيئا من الأرض ويتوجه إلى السيارة الثانية التي كانت في انتظاره. وهنا فرضيتان وتساؤلان. الأولى: لو فرضنا أن الرجل المسلح كان رجل أمن، فلماذا لم يطلق النار على السيارة التي قتلت زميله وهمت بالفرار؟ والفرضية الثانية: أن الشخص المسلح كان من المتظاهرين، ما يعني أن المعارضة مسلحة، فلما لم تقم بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الأمن المسلح؟ كما نشرت على الإنترنت صور تظهر محاولات أخرى لدهس متظاهرين تقوم بها بشكل واضح سيارات تابعة للأمن البحريني. ضاغمنا قبل بسرعة شيلوا بسرعة سريع وصلوا سك الباب ما عليكم. هو بابهم طالع كله يضرب فيهم. صادهم شيء.